الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. تفسير سورة فاتحة أمشيك كلا نسرا وكاني شيخ محمد كوري عبد الوهاب الرحمة بيت أم نسينا زور كرتو مختصرة موجزة وبختة درباري معنى كان سورة فاتحة وخوي سورة فاتحة أصلا باسي عقيدة زور بمكثفي تاكراوة شيخ محمد كوري عبد الوهابش بهمان أو حماسته أو دلقرمي كهيتي بو درخستني عقيدة لم سورة كحلي بشاردوا بمبست بو أو تفسيري بكاتو عقيدة راست ودروست للرقية وبمسلمان بكيني أبينين بأوشيوة باسيكاتو بشوكي الرون واشكرا معنى كان عقيدي لدرهينيت وكو بلغيك هەندێک لەوانەی کە باسی کتێبەکانی شەیخیان کردووە بە نمونە هێنایەنێتەوە منش لێرە بووکو بەڵگەیەک یعنی نمونەیەکتان بۆ هێنمەوە لە ئەم کتابە بۆی بزانن شێوازی نووسینەکەی چۆن بووە. سەبارەت بە تەفسیری إياك نعبد وإياك نستعين العبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل وقدم المفعول وهو إياك كرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك والثاني التبرؤ من الحول والقوة. إن جادت سر إياك نعبد ومعنى كان بهمان شوا برونو بآساني إياك نعبد وأتا إياك نوحد ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا، وأتا إياك نعبد وأتا يا الله إما توحيدي تؤكين وعهد دينا تو كهيت شركك لعبادتها بريار ندين هيت شركك نبو ملائكتك نبو بيغمبرك نبو هيج كسيك وكو أخوي الله كما قال للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يانك أكاتا وإياك نستعين الله وإياك نستعين ذو مسألتي هذا فيه أمران، أحدهما سؤال الإعانة من الله واتهيك كان أوي داوا كردني كومك يارمتي لله عز وجل وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، واتا بشت بسن الله توكل كردن لسر الله عز وجل وبريبون لهم حول قوتك خط، وأيضا طلب الإعانة من الله هاوكات داوا كردني يارمتيش لله عز وجل دوائر بكرتي وانا وركراوة كان لسورة الفاتحة إن جاب كرتي عرضيكات لا إياك نعبد وإياك نستعين فرمي أما التوحيدي تاعي اهدنا الصراط المستقيم فرمي أما متابعي تاعي وجوب متابعة ويكتوشيني الله عز وجل وبيغمر كيبك صلى الله عليه وسلم. إن جاء فرميت أركان الدين الحب والرجاء والخوف، فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة. ببين انشون بوليني كردوها كخوش يستيو بارانوو ترس دابشي كردو تسر يعني ولي كردوها لآياتي يكمو دومو السيام. إن جاء الله هلاك الأكثر في الجهل زورنا بجهل لنا وأتشن أما الله لآياتي يكمو الكراوة وأتا استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. بينجم أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين، شاشم ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. ما بس أويك الزور بوردي تفسير سورة فاتحة كردوة وهرشي معنايك للروي عقيدة آياتك أهل يبقريت خستوية الرو باسي كردوة ظهور القدوة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. إن جاء فرميت دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. تاكو كوتاي أو بندواناني وأو علمي كلا سورة فاتحة
أي خاتر والحمد لله أولا وآخرة.